كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى الأهل والأحباب والأصدقاء بالصحة والعافية يا رب. وعيد فطر سعيد مبارك علينا وعليكم يا رب. شوفوا لي على الفروجة هي كيف مكتفة وقاعدة مدللة ومستوية، ويا عيني على هيك روايح، ويا عين يا عين. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا دايما بخير يا رب. اليوم راح أقدم لكم وصفة فروج مع البطاطا بالفرن، أو دجاج مع البطاطا بالفرن بتتبيلة ولا أروع. خلوكم معنا ويلا نشوف المكونات والمقادير. لتحضير وصفتنا أصدقائي بنحتاج دجاج، بتحبوا قطعة دجاج كاملة أو بتحبوا الفخاد. بحتاج بطاطا تقريبا مقدار 1 كيلو، مثل ما كنتم شايفين أنا قشرتهم وقطعتهم ونقعتهم بالمي بهذا الشكل بهاي السماكة. بحتاج 3 جزرات قطعتهم بهذا الشكل. نحتاج بصلتين، نحتاج 5 اسنان توم، قشر ليمونة، معلقتين لبن، معلقتين دبس فليفلة، زيت زيتون، عصير ليمون، والتوابل. أول شي رح نجهز تتبيلة الدجاج. رح نجيب وعاء الهاند بلندر أو الخلاط. رح أصب أول شي زيت مقدار 100 مليلتر. نضيف عصير الليمون، عصير ليمونة واحدة. رح نضيف قشر الليمون. رح نضيف اسنان الثوم، عندي هون 5 اسنان. عندي مقدار معلقتين كبار دبس فليفلة. عندي هون معلقتين لبن. أضيف معلقتين صغار ملح. رح أضيف معلقة صغيرة مسح فلفل أسود. رح أضيف نص معلقة صغيرة زنجبيل. رح أضيف نص معلقة صغيرة هيل مطحون. رح أضيف رشة قرفة تقريبا مقدار ربع معلقة صغيرة. رح أضيف رشة كركم مقدار ربع معلقة صغيرة. وهلا نخفقها بالهاند بلندر. هذا هو القوام المطلوب. الدجاجة اللي عندي أنا غسلتها ونقعتها بمي وملح وخل لمدة ساعة كاملة، وقصيت الزوايد تبعت الجوانح وقصيت الزوايد تبعت الجلد. هلا بضغط عليها شوي. هلا بجي بحزب السكينة من هون عند الجنح ومن عند الفخاد كمان بنحزها هيك بهالشكل هذا مشان تتغلغل بالتبلة. صارت عندي بهالشكل هذا أصدقائي. بعد ما حطيتها بالزبدية جيب التبلة بسكبها فوق وبعمل لها تدليكة هيك أصدقائي. بعد ما تلكت الدجاج بالتتبيلة هلا بغطي عليها ونريحها في البراد أقل شي ساعة كاملة. هلا بنجي بنحضر تبلة البطاطا. بحط بقلب الزبدية مقدار 50 مليلتر زيت زيتون. بنضيف لها مقدار معلقة صغيرة ملح. نضيف لها مقدار نص معلقة صغيرة فلفل أسود. نضيف لها مقدار معلقة صغيرة أوريجانو أو زعتر أخضر. نضيف لها مقدار نص معلقة صغيرة بابريكا. بنضيف لها مقدار ربع معلقة كركم. بنضيف لها مقدار نص معلقة صغيرة توم بودرة. بنضيف لها مقدار نص معلقة صغيرة كزبرة. بنضيف لها براس المعلقة رشة بهار حلو. بنضيف لها براس المعلقة رشة جوز الطيب. وهلا بحركهم بخلطهم وهيك بتكون تبلة البطاطا صار جاهزة. بنجيب زبدية كبيرة أو وعاء كبير وبنحط الخضار بقلبه. نضيف البطاطا، الجزر، والبصل. طبعا البصل أنا قطعته كمان بكرات. وهلا بنعطي تحريكة للتبلة وبنفضيها. بسم الله. هلا بنحركهم مع بعض
بنقلبهم مع بعض بحيث انه كل الخضار تاخد التتبيلة. اصدقائي ريحة التبلة ضاربة بتشل. هلا بعد ما خلطناهم بنجيب الصينية اللي بدنا اياها. انا هون جبت صينية مدورة، صينية ألمنيوم، كمان فيكم تستعملوا صينية ألمنيوم او بايركس او صينية فرن المتوفر. هلا بنفرفضهم هيك على الصينية. طبعا بعد ما راح ساعتين بنجيب الدجاج اللي عنا او الفخاد ونصفها بهالشكل فوق البطاطا. مثل ما كنتم شايفين بعد ما صفيناها بالصينية صفة ظريفة بنجيب ورق زبدة نشعلقها شوي، نغطيها أول شي بورق زبدة وبعدين بغطي فوقها ورق سلوفان. ليش حطينا ورق الزبدة؟ بعد ما تستوي ونحن عم نشيل الورق الألمنيوم مشان ما تلزق معي جلدة الدجاج. هلا بنغطيها بورق سلوفان بعد ما سكرتها بشكل محكم اصدقائي مثل ما انتم شايفين. هلا بدخلها بالفرن، بحطها على درجة حرارة 200 وبضيفها لمدة ساعة وربع. طبعا حسب الفرن الموجود عندكم لتضمنوا استواء بشكل جيد اتركوها لمدة ساعتين في الفرن، وممكن تحطوها على درجة حرارة 220. وهلا بعد مرور ساعتين بطلعها من الفرن. بفتح ورق السلوفان عليها. هلا برجع بدخلها الفرن وبشغل عليها من فوق على درجة حرارة 200 وبتركها لمدة ربع ساعة. هلا بعد ما راح ربع ساعة أصدقائي طلعتها حصلت على هاي النتيجة. هاي أصدقائي ريحة ولا أسكن من هيك، شي بشهي أصدقائي. وهيك صارت صينيتنا جاهزة. شوفوا يا هالفروجة هاي. إذا عجبكم الفيديو أصدقائي اعملوا لنا اشتراك وحطوا لنا لايك وشاركوها مع أصدقائكم، ونشوفكم بفيديو جديد.